بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. لماذا لا نقول بالتحالف مع الرافضة؟ الجواب عن هذا السؤال هو ردا على بعض السذج من أهل السنة والجماعة الذين ينادون بالتحالف مع الرافضة. والجواب عن هذا السؤال أيضا استفدته من كتاب ابن تيمية والمغول، تاريخ لم يقرأ، لأخينا الشيخ الفاضل محمد براء ياسين. وقد نقل في كتابه هذا بعض الكلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية فيما يرويه عليه رحمة الله تبارك وتعالى كشاهد عيان على ما فعله الرافضة تجاه أهل السنة والجماعة، وموقف الرافضة ضد أهل السنة والجماعة، ومعاونتهم للتتار وللكفار ضد المسلمين. بل قد وصل الأمر منهم إلى أنهم يبيعون أهل السنة والجماعة للنصارى أهل قبرص. والهدف من هذا هو بيان أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لا ينصرون المسلمين عبر التاريخ، لا ينصرون المسلمين، وإنما ينصرون ملتهم ودينهم ومذهبهم، أو أهل دينهم وملتهم ومذهبهم وعقيدتهم. لأن بعض السذج يظن أن بعض الأفعال الظاهرة التي نشاهدها الآن يظنون أن بهذه الأفعال ينصرون بها الإسلام والمسلمين، أو ينصرون بها أهل السنة والجماعة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. حتى لو كانت الأفعال حقيقية فوالله ما هي إلا نصرة لمشروعهم وأهل ملتهم أو لعقيدتهم ومذهبهم والمشاريع اللي هم يعملون عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وقد كان بالساحل بين الرافضة والفرنج مهادنة، حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم وغلمان السلطان وغيرهم من الجند والصبيان. وهذا موجود في مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 636. وقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم، وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة، ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي. ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكيز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم، لما دخل فيه من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم. توزر يعني أصبح وزيرا للمسلمين. وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى، وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. مجموع الفتاوى الجزء 28 صفحة 478. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتار على أهل القرآن والإيمان. ولهذا لما قدم التتار إلى البلاد وفعلوا بعسكر المسلمين ما لا يحصى من الفساد، وأرسلوا إلى أهل قبرص فملكوا بعض الساحل وحملوا راية الصليب، وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين
وسلاحهم وأسراهم ما لا يحصي عدده إلا الله. وأقيم سوقهم بالساحل 20 يوما يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرص، وفرحوا بمجيء التتار هم وسائر أهل هذا المذهب الملعون مثل أهل جزين وما حواليها وجبل عاملة ونواحيه. وقال أيضا عليه رحمة الله: ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها معهم في أمر لا يضبط شره، كل ليلة تنزل عليهم منهم طائفة ويفعلون من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. وكانوا في قطع الطرقات وإخافة سكان البيوتات على أقبح سيرة عرفت من أهل الجنايات، يرد إليهم النصارى من أهل قبرص فيضيفونهم ويعطونهم سلاح المسلمين، ويقعون بالرجل الصالح من المسلمين فإما أن يقتلوه أو يسلبوه، وقليل منهم من يفلت منهم بالحيلة. وقال: وهم شر من التتار من وجوه متعددة، لكن التتر أكثر وأقوى، فلذلك ظهر شرهم. وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهم، كما كان في زمن قازان وهولاك وغيرهما، فإنهم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم، وأرضهم فيء لبيت المال. هذا الكلام كله موجود في العقود الدرية صفحة 237 إلى 243. وقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: المستبدلين قتال أهل الإسلام بقتال الكفار، الموالين على معاداة أهل الإسلام للفرنج والتتار، المقدمين للذين كفروا وأهل الكتاب على خواص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المتبعين لما جاء به من السنة والكتاب، المكفرين لجمهور المسلمين كفرا أغلظ من كفر سائر الكفار، المنجسين لهم ولما عندهم من المائعات التي لامستها الأبشار، المرجحين لشعر أهل الإفك والبهتان على أحاديث الرسول التي اتفق على قبولها أهل العرفان، المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم، المتعبدين بقتلهم وقتالهم، المكذبين بحقائق أسماء الله وصفاته، المنكرين أن يراه المؤمنون بأبصارهم في جناته، المكذبين بحقيقة كلماته وآياته، المشبهين له بالمعدوم والموات في أنه لم يتكلم بكلام قائم به وإنما خلقه في المصنوعات، الجاحدين لأن يكون الله فوق السماوات، المنكرين لقضائه وقدره في بلاده، الزاعمين أنه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا ولا يقلب قلوب عباده، بل يزعمون أنه يكون في ملكه ما لا يشاؤه ويشاء ما لا يكون، وهو عاجز عما عليه العباد قادرون، المعادين لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، الطاعنين في أزواجه وأهل قرابته، السافكين لدماء عترته وأمته في القديم والحديث، المعاونين عليهم لكل عدو خبيث، الذين تعجز القلوب والألسنة عن الإدراك والصفة لمخازيهم وما أحدثوا في الأمة من مساويهم، وقد سفكوا من دماء الأمة المحمدية من لا يحصي عدده إلا الله، وفعلوا فيهم ما لا يفعله أعظم الناس معاداة، وأخذوا من الأموال ما لا يقوم ببعضه أثمن ما في الجبال، واستحلوا من الفروج وقتل الأطفال وفرط الانتقام والاستحلال ما يتبين به أنهم شر من التتار بطبقات وأطوار. رسالة ابن تيمية إلى عز الدين في شأن غزوة الكسروان ضمن جامع المسائل الجزء 9 صفحة 474. وقال شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة: وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء الناس ويأخذون أموالهم، وقتلوا خلقا عظيما وأخذوا أموالهم، ولما انكسر المسلمون سنة غازان أخذوا الخيل والسلاح والأسرى وباعوهم للكفار النصارى بقبرص، وأخذوا من مر بهم من الجند، وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء، وحمل بعض أمرائهم راية النصارى وقالوا له: أيهما خير، المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل النصارى. فقالوا له: مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال: مع النصارى، وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين. وقال أيضا في منهاج السنة: لما انكسر عسكر المسلمين سنة غازان سنة 99 و500 وخلت الشام من جيش المسلمين،
عاثوا في البلاد وسعوا في أنواع من الفساد من القتل وأخذ الأموال وحمل راية الصليب وتفضيل النصارى على المسلمين وحمل السبي والأموال والسلاح من المسلمين إلى النصارى أهل الحرب بقبرص وغيرها. ويقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الرافضة شر من الخوارج، فإنهم يعاونون اليهود والنصارى، أعانوهم بالشام نوبة هالوون وقازان وغير ذلك، ولا ريب أن ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر التتر. وقال الشيخ عليه رحمة الله في الكسروانيين: خلق كثير لا يقرون بصلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة، ولا يحرمون الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا يؤمنون بالجنة والنار، من جنس الإسماعيلية والنصيرية والحاكمية والباطنية، وهم كفار أكثر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين. فهل بعد هذا الكلام يقول عاقل أو ينادي عاقل بالتحالف مع الرافضة؟